السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة بعنوان ايه اسباب امراض اللثة المزمنة. كنا اتكلمنا قبل كده عن امراض اللثة، بس النهارده بنخصص الامراض المزمنة، لان في امراض اكيوت حادة وفي امراض مزمنة كرونيك. المزمنة بتكون بسبب الحاجات الشائعة اللي احنا عارفينها، زي تراكم البلاك، البكتيريا الموجودة في السنان اللي هي بتعمل تسوس، او بسبب ريحه البق الوحشه، سوء تنظيف بعد كده الايه، السنان، او عايز اقول لك رائحه الفم الكريهه، يعني بمعنى صح. الحاجات دي مكرره في فيديوهات كتير، بس انا بقولها عشان العوامل دي برضو هي الاساسيه في كل حاجه. طب دي العوامل الاساسيه. بالنسبه للعوامل المساهمه في ايه؟ العوامل المساهمه بعد كده زي التدخين، الناس اللي بتدخن كميات سجاير كتيره. برضو في مرض السكر بيساهم ان هو يعني بيخلي حالة اللثة تسوء. بعد كده في تغيرات هرمونية بتحصل في الجسم ساعات برضو بتؤدي لأمراض لثة مزمنة. واخر حاجة العوامل الوراثية، في ناس عندهم كده بالجينات وراثيا ان اللثة عندهم اكثر عرضة للالتهابات من بقية الناس. دي حلقة النهاردة، اشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.